ويلا نسوي مع بعض ألذ ماربل كيك جدا هش وطري. أول حاجة حنضيف 200 جرام زبدة ولازم تكون لينة بهذا الشكل. حضيف عليها كوب ونص من السكر، حنخفقهم مع بعض لين يصير عندنا لون الخليط فاتح والقوام خفيف. بعدها حنضيف 4 بيضات بالتدريج مع ملعقتين صغيرة من الفانيليا، حنضيف كوب من الحليب السائل ونقلب. وبعدها حنجهز النواشف، معانا كوبين ونص من الدقيق، 3 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. حنقلبهم مع بعض وبعدين ننخلهم ونضيفهم للخليط ونقلب بدون مبالغة إلين يصير عندنا الخليط سلس والقوام بهذا الشكل. وبعدها حنقسم الخليط إلى نصين، ونص حضيف عليه تقريبا 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الغير محلى ونقلب ويصير جاهز. هنا في صينية الفرن بالتناوب حنضيف مرة من الخليط الفانيليا ومرة من خليط الشوكولاتة إلين نخلص كل الكمية. وآخر حاجة حنسوي خطوط بعود خشب بهذا الشكل وحندخلها الفرن. تقريبا حتاخد معانا 40 دقيقة على حرارة 170 وتصير عندنا جاهزة. شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله، مرة طرية وهشة. وهنا حبيت أزينها بشوية شوكولاتة مع مكسرات، وبكذا وصفتنا صارت جاهزة. وطبعا الأفضل تخلوها تبرد وبعدين تقطعوها وتقدموها. شوفوا معايا كيف اللذاذة، ومرة طرية وهشة. أتمنى تجربوها وبألف عافية عليكم.